بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه الأخت اللي مشيت أحداها من البارح، كان جدها كان هم يقولوا كتاب، بالمعنى ما فماش كتاب بعد سحر. لقينا ما يقارب على تقريبا 5 كتب تاع السحر تحرقوا. أثناء الحرق متاعهم قامت مجموعة من الجان وحضرت، اكتشفنا كونه في البير الأسحار اللي يقوم بها الساحر الكل رماها في البير، هي المقبرة متاع الأسحار متاعه. انطق الجان اللي متلبس بأمها اللي كانوا في البير فما حواش. قريت على ماء مقري صبيناه في البير، قاموا برشا عياط وحسيلو. باختصار الأخت المعنية بالأمر هي موجودة معنا توا، وإن شاء الله مش تحكي لكم على كل ما صار البارح. لا إله إلا محمد رسول الله. أنا وقتها نلقي فيك البارح شفت برشا حوايج طلعوا حسن تاع البير هذيك. اش فيه البير؟ البير فيه عصافة موتة، فيه طيور موتة، فيه أحزة حروز، فيه وسخ، فيه برشا حوايج. كان اللي يحل في الكتاب كان يستعمل فيهم يدفن فيهم فم. خرجوا بفضل الله الحمد لله. أثناء حرق الكتب هناك العديد من الجنون اي معناتها الجنون تحرقوا وفما أسحار بطلت بإذن الله بفضل الله. باهي وقت أنا روحت من حذاكم انت من القرية متاعكم، شنو اللي صار؟ نعم، شنو اللي صار وقت أنا روحت من حذاكم؟ بعد ما روحت انت كل شيء، هي اني قريت قرآن ورقدت وكل شيء، لكن نصف الليل قد على الساعة نصف الليل قد انتهى العزاء. عملوا عزاء هم بعد ما روحت انت، عملوا عزاء. وبعد ما انت وين رقدت بالضبط؟ اني رقدت في المكان اللي صليت فيه انت. الله اكبر. المكان ذاك البارح هادي ومنور، بلاصه منوره. حتى اول مره في حياتي نحط راسي على المخده نرقد ما نفيق. فقد كان نصف الليل قد فقد فيقوني وبداو يحاربوا فيا ويعاركوا فيا كيفاش اني كشفت سرهم، كيفاش اني وريت البلاصه وقلت لك على المكان متاعهم. نصف الليل تجمعوا مع بعضهم وتفاهموا على خاطر فما زعيم من زعمائهم اسمه عشتروت، هو هذايا اللي مات البارح. تفاهموا انه لازم اول حاجة هي ما تاخذ حد، لازمها تكون مستملكتهم، هي معناها تكون معاهم. اي باش انت تاخذ المشعل على الساحر اللي مات. صحيت. وبالنسبة للطفي الراقية اللي يرقي فيها، أول حاجة لازم يموت نهائيا. كيفاش؟ لازم ديما يعملوا له في أصحاء، ديما يعملوا له في أذى، مي يخدمش، مي يرقيش، مي يجي حتى حد يؤذيه ولده، مكسبه طفل يؤذيوه ومرته، خاطر ضمن النقطة الحساسة عند لطفي هو ولده ومرته، وخاصة مرته مش يسيبوها، مش يقولوا ديما يتبعوا فيها وديما يبعثوا لها في الأصحاب، سواء مع مرأة سواء مع أخت من أخوات مع أي حاجة. هذا يعتبر تهديد. نعم هذا تهديد معناها منهم اللطفي. مدي ساعة قد تمت الموافقة. وبالنسبة لي حاولوا باش يعتدوا عليا ما نجموش، على خاطر مع نصف الليل أنا كي ولد أنا حليت الضوء ولد نقرأ في القرآن حتى للصباح، والقرآن يمشي يخت أول مرة تصير في دارنا القرآن من نصف الليل
بعد صلاة الصبح هو يقرأ في الليل والضوء مشعوب. بفضل الله. والحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهما عندهم سنين في داركم؟ هما قرون أكثر من 20 عام. واش عملوا للتراكتور متاع بوك؟ بالنسبة للتراكتور ما يمشيش، ما يخدمش، يخدم خطوتين يوقف، ديما متعطل. حتى كان مش يمشي بيه يمشي خطوة خطوتين ويوقف ديما. واش طلع البارح فيه؟ البارح طلع حاجة مسكونة فيه وتحرقت والحمد لله. بفضل الله. هذا كله من فضل ربي. وانت قداش عندك في الرقية؟ اني قرابات تو 3 شهور كيكا، قرابات 3 شهور الحمد لله. تحسن من الحمد لله. عيون برشا خرجت، حسد برشا مشي، أسحار كل بطلت، سحر الماء مأكل بطل، سحر المكتوب بطل، سحر المدفون بطل والحمد لله. هناك راحة وهناك انشراح صدر. حضرت الرقية الجماعية متاع المطول متاع 5 ساعات؟ الرقية الجماعية أو بالنسبة نداء لكل الأخوات، الرقية الجماعية سواء ساعة سواء ساعتين سواء 3 ساعات سواء 5 سواء 10 ساعات، حتى ولو كان ساعة فيها الكثير من الإفادة. نجم تعرف حالتك في أقرب وقت في أسرع وقت. الرقية الجماعية الحمد لله تحسنت بها والحمد لله. وكان هناك فضل كبير لله، فضل الراقي لطفي. بارك الله. الحمد لله، هو الفضل من عند ربي. ان شاء الله ربي يجيبك الشفاء. الحمد لله. والسلام عليكم.